وصفتنا النهاردة وصفة مميزة لكل اللي عندهم حساسية جلوتين وكمان اللي بيتبعوا حمية غذائية. قطعة منها مشبعة جدا على الفطار. يلا بينا على المقادير. أول حاجة معايا 1.5 كوباية من العدس، هنقعهم في مية سخنة لمدة 2 ساعات. ده شكلهم بعد ما اتنقعوا. بعد كده هحضر طبق فاضي وأجهز المصفى وأصفي العدس بتاعي بالشكل ده وهسيبه لحد ما يجف تماما. بعد كده هحضر نص كوباية من الزبادي ونص كوباية من الجبنة أي نوع بس يكون ملحه خفيف. ربع كوباية زيت زيتون أو زيت نباتي بس يفضل زيت زيتون عشان تكون صحية أكتر. بعد كده هضيف العدس بتاعي بعد ما اتصفى وهمزج المكونات كويس مع بعضها. ومعايا عدد 2 بيضة، وزي ما تعودنا بنفتح كل بيضة لوحدها في طبق. هضيفهم واقلبهم مع بعض كويس. بعد كده استخدم الهاند بلندر، ولو مش متوفر ممكن الخلاط الكهربائي عادي. هقعد اضرب لحد ما القوام ينعم كده خالص ويبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه. هضيف معلقة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة، ومعلقة صغيرة من الملح. ولو الجبنة اللي انتوا مستعملينها ملحها عالي شوية استخدموا نص معلقة صغيرة بس من الملح. هقلب المكونات بتاعتي. بعد كده هجهز صينية مقاسها 20 في 30 مدهونة بالزبدة، وممكن تكون تيفال أو ألمونيوم، مفيش أي مشكلة. وصبيت فيها خليط خبز العدس بتاعي، وممكن أستعمل السمسم رشة كده بسيطة على الوش، وبرضو رشة حبة بركة بتديها طعم جميل جدا وقيمة غذائية أعلى. بعد كده هكون مجهزة الفرن بتاعي على درجة حرارة 180 لمدة 40 دقيقة تقريبا. بعدها هختبرها بالسكينة كأنها كيك بالظبط بالشكل ده. السكينة طالعة نظيفة خالص، ده معناها ان هي استوت. هقطعها قطع متساوية بالحجم اللي انا عايزاه. ريحتها جميلة قوي ومالية المكان. شوفوا قوامها طري وهش ازاي وسفنجي. متأكدة انكم كلكم هتقوموا تعملوها. وصفة صحية وسريعة وسهلة. يلا جربوها وبألف هنا وعافية. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة، هيسعدني جدا. كان معاكم ندى جمال.